قلت له حاضر يما، وجريت 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 وتصور التبعين وقلت مش همني يا عم حسين، ما كنتش عايش. جريت وجريت وجريت وجربنا، وقالت تقول لاخواتك تعالوا 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 قولوا للعالم مصر الأولى أمريكاني. هم دول شفت ايه اللي حصل لي وايه اللي جرالي؟ ولسه جايه وراسي مالي كل اخواني وابيضاني. ليه يا ولدي؟ ليه يا ولدي يحصل لي كل ده؟ ليه ابيضاني؟ انا مصر من التاريخ كتب عني يقول كده عليا، انا اللي عفيت وانا اللي شايفه انكم شايليني في عينيكم يا امي في عينيا وعلى قلبي وعلى قد ما اقدر احافظ على البلد دي، ومش لازم عشان مالي ومش لازم عشان عيالي، لا عشان احنا ولادك كنت ضربت قدام العالم وقلت كل حلالي وما نشعرها ولا كذابه ولا في طيبه في الشوارع ولا في البابه. في فتن عملوها فتن عملوها وهم اصحاب المبادئ الكتامه. قلت كل مشير كلمه متألمه، انا وقت اتكلم اقول لك تعالى يا حسين يا مشير، تعالى اقول لك شوف الناس كنت بعيون الشباب التعليم تقول لك جبتها ولا تقول حرام عليك حرام عليك الايام اللي عدت من الزمن كان حرام عليك. بطل مره وهي طريقه التفكير. هو انت مش مصري؟ هو انت مش مصري يا مشير؟ خلي التاريخ يكتب عنك كلام كتير، خلي التاريخ يقول للناس اللي حسيت الناس في المسير. قول ولو انت اول كتير وكتير قول كلامي نابع من الوجدان ووجداني غزول. طب انت تعيشوا طال التفكير، هننسى كل الماضي مش هننساه لكن هنغير. وقالت من الاساس والعلي قالت له من الكرسي العالي، قالت له انزل من على الكرسي العالي، اوعى تحط في خيالك زي ما المفتري حط في خيالي. خليك معايا واللي بالي، خليك بقى انت عيش معسل على خيالي. ومشيت وجريت وقلت يا مشير يا مشير تعالى نوصل التحرير، تعالى تعالى الناس تعالى. ايه عايشنا ليه في توهان؟ ما تشوف اي مصير مع الانجليز ولا الامريكان. الكمان دولتنا في اندونيسيا وكمان معاهم الالمان. اقول كمان وكمان لو كانوا هم عملوا الثوره، لو كانوا هم الناس خدناها وصلنا يا جدعان، خدناها وما خدناش من السكان، خدناها يا اخوانا ياما دخل النيران. اقول تاني لو قلت مش هتكفيني الليالي، ليا مطلب واحد اللي عايز يساعد. اليوم الحق واعد اليوم الحق واعد واحنا بجد في قلبك قبل ما تنام. قول من بكره هكون مع اخواتي شخص واحد. الله اكبر وتحيا مصر، الله اكبر وتحيا مصر. صامدين 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 يا مصريين، صامدين صامدين. عايزين 8 بنات متطوعات عشان نفهم، 8 بنات متطوعات عشان نفهم. لو سمعتوا بجد يعني شوية مفيش يأس وبكل اخلاق، حتى لو هنتكلم مع اعدائنا برضه بالاخلاق. مصر اللي رفع اسمها الاخلاق، الطيبة المحبة الود بالاخلاق. مش هيسمعونا هنموت.
وما احناش ضعاف، ولو ضعاف بضعف العنكبوت برضه السموم. انا اخوكم عبد الغني من المنيا من الصعيد، مهندس في البترول، وبرضه معاكم فقير، وبرضه معاكم في التحرير، وهيتحقق المصير. عايزين بنزين هنا في التوعية، عايزين بنزين هنا في التوعية، عايزين بنزين كمان في التوعية. تحيا مصر! وعايزين كمان بنات ورا برضه التوعية الشعبية. انا باكل الاسم ده. انا قلت له انا جنب قولي ده انت لازم تاخده. عايز تاخده. خدتها بس لا ده انا مرة انت مصر صورة تنزل عليها صورة اللي هي طالعه لفوق. يلي كسرت الطاق، يلي جبت مصري، ارفع راسك همة، يلي نصرت الامة، احبابك احبابك وشبابك بيقدم مهمة، من كل شهدهم لفك لف ايدهم. 25 عيدهم في يناير صاحبهم. ارفع راسك فوق، انت مصر، ارفع راسك طير، ما بقاش في اساطير. كل العالم سامع صوتك من التحرير، من كل الميادين، تونس وفلسطين والباقيين جايين وشايفهم ببصرك. ارفع راسك فوق، انت مصر، ارفع راسك شب، غني مكان ما تحب. يقول انه يفتح كما تفتح الشعب كما يفتح الشعب. يا طنطاوي ساكت ليه؟